عامله ازمه في كل حته، ده ورا عشان الراجل بيصور. انا جيت تحت وقلت يا عمرو ازاي قصير في العمود مش باين. يا ميدو لا شغاله. الحمد لله. والله كده تعبانه ما خدي يا يمنى. ساعة يا عم يا يوم زم بزمنا. ايوه شاور على خلاص ما تقعد يا عم على الكرسي. ايوه يا عم الكرسي عادي يا عم يا عم كله فاد اخوه. الدنيا حلوه. احمد بتاع مين ده؟ محمد رمضان. زي ما يجي تاني بقى. شوف رمضان ماله كده امال عشان مساحة 15 دقايق. مساحة كبيرة والله يا ابني. هاتي يا يمنى. افردي بوزك. افردي بوزك عشان الصورة تطلع حلوة. افردي بوزك. صورت خلاص. يا ميدو. محمد سامح. عكس كده يا محمد. اجي اقف على الترابيزه. انت اخويا اي حاجه.
فتح حضرة النبي الفتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد. أيها الإخوة، أنا نحتفل بزواج الأستاذ محمد رمضان توفيق الشرقاوي على الأنسة يمنى أيمن مصطفى زوجته. نتمنى من المولى عز وجل وأن يبارك عليهما، وأن يجمع بينهما في خير، وأن يرزقهما الذرية الصالحة. وبعد، فإن الزواج سنة من سنن الله في الخلق والتكوين، لا يستغنى عنه عالم الإنسان ولا عالم النبات ولا عالم الحيوان، مصداقا لقوله تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. وأن الزواج هو الأسلوب الأمثل الذي اختاره الله عز وجل للتوالد والتكاثر واستمرارية الحياة على وجه الأرض. ولم يشاء الله سبحانه وتعالى أن يجعل الإنسان كغيره من المخلوقات يدع غرائزه تنطلق منه دون وعي، بل وضع الله له النظام الملائم، والذي من شأنه أن يرفع شرفه ويصون كرامته، فجعل اتصال الرجل المرأة اتصالا كريما مبنيا على رضاه وعلى إيجاب وقبول كمظهرين لهذا الرضا، وعلى إشهاد على أن كلا منهما أصبح على الآخر. وقد رغب الإسلام في الزواج بصور كثيرة للترغيب فيه، فقال سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، إن استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. نقول جميعا: نستغفر الله العظيم التواب الرحيم. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا، وعزمنا عزما أكيدا صادقا على أننا لا نعود إلى فعل المعاصي أبدا، وبرئنا من كل دين يخالف دين الإسلام، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله تعالى إني استخرت الله تعالى وتوكلت عليه قاربا منك الزواج من موكلتك ابنتك الخامسة يمنى البكر البالغة العاقلة الرشيد، زواجا شرعيا على كتاب الله وعلى سنة رسوله الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وعلى الصداق المسمى بيننا عاجله وآجله، وعلى مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. استخرت الله تعالى وتوكلت عليه وقبلت زواجا من موكلتي ابنتي الآنسة يمنى البكر البالغة العاقلة الرشيد، زواجا شرعيا على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى الصداق مسمى بيننا عاجله وآجله، وعلى مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه.
قبلت منك زواجها لنفسي وبنفسي وبنفسي على كتاب الله على كتاب وعلى الله سنة رسوله وعلى سنة صلى الله رسوله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وأتعهد أمام الله أمام الحاضرين وأمام الحاضرين وعاملها أن أعاملها معاملة الإسلام. الله على ما أقول شهيد. والله على ما أقول شهيد. ألف مبروك يا أبو حداد. ألف مبروك. مع تحيات قناة جريدة الصوت الحر.